يوم الثلاث اللي فات تلغي ماتش الاهلي وطلائع الجيش عشان الاهلي ما يروحش مفرهد او قدام ميدياما، فخايفين لان كان ساعتها لو الاهلي اتعادل او خسر. انا ايد اي قرار تاجيل لاي فرقه بتشارك في افريقيا، زمالك، بيراميدز، مودرن. اشمعنى الدوري بتاعنا؟ لا استنى، ما الدوريات كلها شغاله، اشمعنى الدوري بتاعنا؟ يعني ايه الدوري؟ يعني انت مثلا من اول حاجه انت شاركت فيها اللي هو كاس السوبر اللي انت بتاع اسمها اتحاد العاصمه. اتحاد العاصمه اتاجل ماتشات، واخد بالك؟ وجي بعد كده السوبر الافريقي اتاجل ماتشات. طب ما انت عندك بعد افريقيا احنا خرجنا من البطوله امتى؟ يوم 29 ولا 28؟ 29. طب ما لعبتش ليه الدوري بعدها يوم 2 ويوم 3/2؟ المؤجلات للنادي الاهلي خفت عشان ان بيرسي تاو وديانج اللي انت ما بتلعبوش ومجمده، خفت ان انت تبدا الدوري عشان ان ما حدش يقول لك فين بيرسي تاو. هو الاهلي يقف على لعيب؟ وكنت بدات الدوري وكنت مشيت، وكنت ساعتها جيت قبل ماتش اللي هو شباب بلوزداد وكنت عملت ماتشين للنادي الاهلي في الدوري، كان راح كسب بلوزداد. ماشي استنى بس، انت هنا هتقول لي ماشي؟ ما لعبتش ليه ماتش بتاع طب ما نفس الطريقه يا كابتن رضا، طب ما نفس الطريقه يا كابتن. لا له علاقه، انتوا بتخافوا عشان النادي الاهلي يا اسلام. طب ما الزمالك، ما الزمالك ما يا لعبش عم، ما ياجلش. ايوه كلامك مظبوط، الزمالك ما لعبش اول اسبوع بعد التوقف مع فاركو. يلعب، انا بقول لك مع ان فاركو كان ما عندهاش ارتباطات، لكن الزمالك كان عنده ايه؟ هو انت الزمالك لعب 14 ماتش يا كابتن بص ماشي على اللي لعب 6 ماشي ماتشات. بس انت لما ما بتقولش بص. لا يا كابتن، ما انت بص استنى. لا الكلام انتوا والله العظيم ده اللي مضيع الكوره في مصر. والله ده اللي مضيع الكوره في مصر. انت بتقول اختراع. انا اللي بقول اختراع؟ والله ده انا بقول انا بكلمك بجد. انا بقول عشان كده ما فيش منافسه. ليه منافسه؟ بقى؟ اسمعني بس عشان كده ما فيش منافسه. بس كابتن رضا، هو اي 10 لعيبه ده احنا لو رحنا وقفنا وحضرتك دلوقتي والكابتن ابو الدهب وقفنا كده وجبنا فاروق ووقفنا قدام ال 18 هنشيل 17 يا جدع. صلى على النبي. هتقول لي ابو الدهب وفاروق كابتن رضا لا انا بكلمك. لا انت اول ما تشوف الملعب كابتن رضا انا بكلمك كمثال. النهارده النهارده الداخليه واقفه الزمالك وحش ولعب بطريقه غلط عشان مقفل. مش مقفل عشان فخلى الزمالك يبقى وحش يا حبيبي. لا بص، اول هام انت ملاعب دلوقتي النهارده في نص الملعب والاثنين اللي على الاطراف ماشي. فتوح انت بتديله الاحساس قبل ماتش الاهلي ماشي عشان لعيب مهم ولعيب مؤثر ماشي. طب انت بتلعب الزناري باك رايت ليه؟ قول لي عمل كام كروس؟ تمام، واخد بالك؟ دي رقم واحد. رقم اتنين انت بتلعب سيف فاروق جعفر ودونجا ومعاك عبد الله السعيد ومعاك ناصر ماهر. عبد الله السعيد انت بتلعبه ناحيه الليفت. طب ما تبدا طالما ان انت كده، ابدا بالزناري، خليه لجوه وخلي المسلوسي هنا عشان بيعرف يعمل اوفر، صح؟ او يلعب سيد نيمار. ما هو قلنا سيد نيمار بره بقى خلاص. ما انت مش عارف بره ازاي، مش عارف لا هو ولا عواد ولا متابع اللي هو الصغير ولا احمد حمدي واخد بالك؟ فانت دخل الزناري يبقى مساك جنب حسام عبد المجيد وخلي المسلوسي اللي باك رايت. تمام ماشي. طيب هنا شيل سيف عشان بقى له فتره ما بيلعبش واخد بالك، وخلي دونجا ماشي، وخلي ناصر ماهر على يمينه وعبد الله السعيد على شماله ومصطفى شلبي ناحيه الليفت وزيزو ناحيه الرايت وناصر منسي راس حرب. كان هيبقى الشكل وكنت هتهدف من اول الشوط الاولاني. انما انت ملاعب كله بينزل يستلم، ما حدش بيروح على ال 18 غير ناصر منسي لوحده. شوف الشوط الاولاني كان الا بس في القرانب والفاولات، فيطلع حسام عبد المجيد ويطلع الزناري، صح؟ انما سيب الكلام ده وخلي الكوره ماشيه عادي. مين اللي بيبقى لوحده في وسط الاربعه؟ هو ناصر منسي. ده في حاجه كمان كان لازم يعمل حاجه. لما انت شفت فرقه